السلام عليكم. هنتكلم النهارده مع بعض عن إزاي الطيور بتتخلّص من درجات الحرارة المرتفعة داخل جسمهم. إحنا عندنا في 3 طرق. الطريقة الأولى هي عن طريق الهوا اللي بيمُر بجسمهم، يعني الهوا المحيط بيهم. طبعًا كل ما يكون الهوا دوّة درجات حرارته منخفضة، طبعًا اللي هي برضه تكون موائمة يعني طبيعة الحاجة اللي أنت بتربيها، فده بيساعدها بشكل أسرع في تخفيف درجات الحرارة. ولكن ده بيبقى مرحلة مبدئية، يعني ده بتستخدمه الطيور في حالات ارتفاع الطفيف بدرجات الحرارة المحيطة بيهم. بعد كده لمّا كل ما درجة الحرارة بتعلى شوية معاهم، بيبدأ إن هو يستخدم فكرة النهجان، والنهجان دوّة ليه مراحل، يعني هتلاقي الطائر نفسه مش في كل درجات الحرارة بيحصل عنده عملية نهجان بنفس الدرجة، لأ ده كل أمّا درجة الحرارة بترتفع كل ما عملية النهجان دي بتزيد، لإن هو بيعتمد في الحالة دهيّة على فكرة النهجان دي اعتماد أساسي في التخلُّص من درجات حرارته الداخلية اللي جوّه جسمه، وطبعًا بتبقى الطريقة ديّة بيستخدمها في الدرجات اللي هي المرتفعة. طيب في عندنا طريقة تالتة وهي فكرة الاستحمام بالمَيّة، ولكن دي مش منتشرة ما بين كل الطيور، يعني دي هتلاقيها مثلًا موجودة في البط، في الوز، في الحمام، مش هتلاقيها أوي في الدواجن، مش بشكل يعني هيبقى ملحوظ أوي، وبرضه كمان في نقطة تانية أنت لازم تبُص لها، هي فكرة هو أنا دلوقتي باربي في بطاريات والّا باربي في المنخول؟ لأن طبعًا في البطاريات هتلاقي الموضوع الاستحمام دوّة مش هيبقى متاح أوي، زي مثلًا بتربي حاجة أرضي وفي مَيّة قدّامهم يعني في حاجات مفتوحة مش في سقايات، الكلام ده كله. فأنت لازم تبقى عارف ال3 طرق دول. وأهم حاجة إن أنت ما توصّلش الطائر لدرجات الحرارة المرتفعة أوي، لإن أنت عملية النهجان دي لو زادت عن حدّها هو هيقلب معاك من فوق، فأنت لازم تحافظ على معدلات درجات الحرارة، ولازم تبقى عندك وعي إن أنت لمّا تشوف العلامات دي تفهم كده إن في مشكلة حاصلة في الحرارة عند الطائر. أتمنى أكون فدتك، كل عام وأنت طيب.